السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يلا كده ايه هنعمل سمك. الفيديو دي اصلا كنت مصوراه اول امبارح يوم السبت، وانا بملح السمكه غسلته ونضفته خليته قشطه بيضه، خليته زي الفل اهو. يعني خليته فله كده، رشيت عليه ملح. انا بصبر الرخامه مطرح ما عملت السمك عشان ايه مش تبقى ريحه السمك ولا فيها اي حياشين. ادي كده معانا ايه الدقيق هنحط بردك عليه بردك بهارات، كركم، كمون، فلفل اسود، ملح، بابريكا، معلقة نشا واحدة يخليك السمك كويس يعني. ماشي يا حبايبي. والتتبيلة بتاعت السمك طبعا انتوا عارفين يعني. دي بقى ايه الخلطة دي هعملها، هقلي سمك لروحه مقلي، وهعمل سمك بصلصة. خلاص احنا فعلا نعمل سمك بصلصة، بس انا السمك اللي بحطه في الصلصة انا بقليه. خلاص معايا بصلاية هي حلوة، بصلتين كمان، ومعايا قرن فلفل وقرن شطة وفلفل الوان. خلاص تتبيلة حلوة كده بشوحها مع البصل. دي خلطة التتبيلة اللي كنت عاملاها عشان احشي السمك، حطيت حتة منها ونص جزرية واحدة اللي بشرتها على الخلطة دي، حبتين طماطم مكعبات. كل التشويحة كلها فوق بعضها هي، كلها مع بعضها يعني، كلها انخلطت مع بعضها هي. حطيت طبعا صلصة انا مفرزاها، والحمد لله يعني غليت وبقت زي الفل اهيت. والسمك اللي بقليه صلوا على النبي كده يا حبيبي، شوفوا المنظر روعة روعة روعة. انا بصفيه الاول واروح حاطاه هنا يغلي غلوتين اتنين بس، وهحطه فين؟ تحت الشعلة، تحت الشواية بتاعة الفرن. خلاص ابتديت بقى اعمل الرز، بدل ما عاملة فيه صلصة لازم اعمل رز ابيض. لو سمك بس مقلي وسلطة وكده كنت هعمل رز ايه اللي هو الصيادية، اللي بعمله لكم الدهب الجميل ده. ماشي. رز الشرب طبعا قلبته. ادي السمك معايا اهو، دي السمك اللي احنا هناكله مقلي، وحطينا الفطور وغرفنا وحطينا الفطور. اتفضلوا معانا، مش نسلك يا احلى مشاهدين في الدنيا. مع السلامة.